بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صباح السكر، صباح العسل، صباح الرضا. طبعا ليا فتره غايبه خالص خالص على القناه، ما بعملش، يمكن ليا شهرين بالظبط ما عملتش. طبعا القناه نزلت معايا خالص، والله نظرا للظروف الصحيه تعبانه خالص اليومين دول، وخدنا دور برد حلو كده محترم. طبعا غير تعبي المزمن اللي هو فيه، الحمد لله يعني على كل حال. طبعا ابتدينا يومنا فطرنا كده والحمد لله. ابتديت طبعا يومي بفنجان القهوه بتاعي. بشرب فيه كده، وبعد كده عندي هنا الرخامه، هظبطها كده شويه تظابيط كده على السريع كده، يعني ايه حاجه كده هنعملها على السريع. طبعا هنا برضه طلعت الليد بتاعي، كنت اظبط الدنيا عشان ايه نعمل لنا فيديو كده. طبعا النهارده هنعمل غدا حلو كده وسهل. هنشرب القهوه بتاعتنا، وبعد كده ايه نشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا كده يا بنات خلاص كنا فطرنا الحمد لله، وظبطنا الدنيا وظبطنا اللي حوالينا وظبطنا المطبخ والارضيه والبوتاجاز. طبعا عندي النهارده الغدا بتاعنا، عندنا سباكيتي وعندنا كبد فراخ. طبعا عندي صينيه. طبعا المفروض الاسباجيتي بتتعمل بالتومه، بس احنا مش بنحبها بالتومه. طبعا جبت صينيه، حطيت فيها معلقه سمنه، وهنزل عليها بحبه زيت كده. وعندي بصلايه متوسطه مقطعها. المفروض يعني زي ما قلت لكم الاسباجيتي بالتومه، لا احنا بنحبها بصراحه بالبصل. مره عملتها بالتوم ما حدش اكلها خالص. تمام. هيسخن كده السمنه وزيت يسخنوا كده تسخينه حلو مع بعض. وهنزل عليهم ايه بالبصلايه، بصله مقطعه مكعبات كده عادي، زي بصل تسبيكه محشي، زي اي بصله. ما فيهاش اي افتكاسات، يعني مكعبات كده صغيره. تمام. هديها تتبيله كده حلوه، اشوحها كده. اول ما تدبل هتسفر معايا. طبعا هكون ضربه طماطم في الخلاط وهنزل عليها بيها. تمام. وهديها رشه ملح ورشه سكر، وهظبطها. زي ما قلت لكم النهارده الاكل بتاعنا حلو وخفيف، وغدانا خفيف وحلو. طبعا زي ما انتم عارفين الاولاد ما بيحبوش الاكل، عايزين كل يوم، مش عايزين اكل بايت. فطبعا ايه بنعمل شويه كبده، شويه مكرونه، شويه رز، شويه بانيه كده يعني. والله المستعان. طبعا هنا برش حبة ملح كده، حبة رشة خفيفة كده. لازم ترشي رشة خفيفة عشان ايه تظهر لك البصلاية اكتر، تظهر الريحة بتاعت البصلة. طبعا الريحة بسم الله ما شاء الله طالعة رهيبة بصراحة. بما اني عشان انا كنت حاطة سمنة بلدي. وهدبلها كده شوية. وبعد كده ايه شفشف، اللي هو الشفشف بسم الله ما شاء الله حلو كده محترم. يعني ايه ضربته ضربة حلوة، وحطيت فيه فصين توم، ونص فلفل اخضر حراج، لو ده اختياري. لو انت مش حابة الفلفل ما تحطيش. انا عامة بحبها ايه، يعني بتديكي كده ايه لذاذ او لسعة، حاجة بسيطة كده. طبعا هتخليها تدبل، وبعد كده ايه هنزل بالصلصة. طبعا كده يا بنات كنت خلاص انا خلصت البصلة دبلتها، ونزلت عليها بالصلصة، ونزلت عليها بمعلقة ملح ومعلقة سكر. طبعا وحطيت الحله عندي هنا فيها ميه طبعا للسلق وكده. طول ما انت واقف في المطبخ ايدك فيه، طبعا معاكي حاجه مثلا بتعمليها، معاكي حاجه بتغسليها، حاجه كده بتعمليها. والله ما احسن من بين ايدينا يا رب. طبعا ويا رب دايما يعيشنا مستورين في بيوتنا ومعمرين بيوتنا، ويدينا الصحه والعافيه يا رب. والله ما احسن من بين ايدينا. طبعا الغدا بتاعنا زي ما قلت لكم سهل خالص وخفيف وبسيط جدا، ما بيكملش معاكي بالظبط ربع ساعه. والله ما احسن من بين ايدينا يا رب. طبعا كده عندي يا بنات زي ما انتم شايفين الميه غلت، طبعا حطيت لها معلقه ملح. عندي هنا المكرونه الاسباجيتي، طبعا لازم تعملي الحاجه الجاهزيه بتاعتك. كنت بصل المكرونه او مكسراها. طبعا عندي هنزل عليها بحب الزيت، كنت حاطه معلقتين ملح صغيرين. طبعا اهو بسم الله ما شاء الله، ده هو الصلصه بتتسبك. طبعا كده في المرحله دي هوطي عليها عشان تتسبك براحتها عشان ما تشيطش. هنا هنزل بالمكرونه، هو طبعا مكسراها حبه حبه. ده كان ازود من نص كيلو. وكده هفضل اجلب كده، مجرد ما تنزليها لازم تجلبيها وتفتيها كده. طبعا المكرونه ما تستويش 3/4 سوا، لازم تكون ايه شديده شويه، ما تستويش خالص، بالذات الاسباجيتي او اي نوع مكرونه، عشان ياخد ايه 5 دقايق في التسبيكه كده مع نفسه. لو عايزه تحطيها في فرن حطيها عادي. هغطيها وهفضل ايه كل شويه اقلب فيها. طبعا هنا بقلب في التسبيكه، وبعد كده هنكمل باقي الوصفه بتاعتنا.
طبعًا هنا يا بنات زي ما أنتم شايفين كده الصلصة معايا اتسبكت تسبيكة حلوة بسم الله ما شاء الله. طالما أنتِ عملتِ الخط ده كده وما فيش أي مَيّة وما فيش أي حاجة في الصينية أو في الحلة عندِك، تعرفي إن طبعًا إيه الصلصة اتسبكت. طبعًا وأهم حاجة الصلصة تتسبك بالذات في المكرونة بتبقى بصراحة طعمها حلو خالص. طبعًا عندي هنا مكعبين مرقة نزلت بيهم على الصلصة. لازم تتبّلي الحاجة وتبهريها تبقى إيه، بتدّيكِ طعم حلو، طبعًا البهارات بتدّيكِ طعم حلو وبتدّيكِ ريحة حلوة. طبعًا كنت باجلّب بالبتاع المعلقة الخشب فاتكسرت منّي، فرُحت إيه حطيت البتاع بتاعتها في الحوض. طبعًا هنا بانزل بحبّة كزبرة، وبعد كده رشة ملح رشة فلفل خفيفة، معلش. بعد كده رشة فلفل خفيفة طبعًا، وهاقلّبها في بعض كده، وبعد كده طبعًا إيه هانزل بالمكرونة عليها رشة ملح برضه مش كتير خالص، لإني كنت حاطة مكعبات مرقة، مكعبات مرقة طبعًا حادقة. طبعًا أنا كنت باوريكم المكرونة هنا طبعًا ما سلقتهاش سلقة جامدة 3/4 سوا، لإني دايمًا بتخلّيها 5 دقايق أو 10 دقايق في التسبيكة بتاعتها، تقلّبيها فيها طبعًا على نار هادية. هتكمّل السوا، السوا اللي فاضل ده هيتكمّل مع إيه، مع مع الصلصة. تمام، هنفضل نقلّب فيها كده طول ما إحنا إيه طول ما إحنا بنقلّب فيها كده بنفرفطها كده بالراحة، يعني المكرونة إيه تتاخد من تحت لفوق، بالذات الاسباجيتي دي، عشان برضه إيه ما تكسّرش وما تعجنش منِّك. ودايمًا باقول المكرونة ليه دايمًا تبقى 3/4 سوا، لإن لو سويتيها خالص، خالص، خالص بتعجن. يعني في التجليبة دي ممكن لو هي مستوية خالص تعجن منِّك خالص، فلازم تخلّيها إيه مش بنسويها سوا كامل يعني. السوا اللي فاضل بقى بتاعها بتكمّله في الصلصة. طبعًا إيه شكلها كده بيتكلم عن نفسها، وكان بسم الله ما شاء الله طعمها زي العسل. لو جربتوا أي مكرونة بالطريقة دي بصراحة بتبقى حلوة خالص. طب لو أنتِ حابة تحطي في الفرن، تحطيها في الفرن عادي تدّيها تنشيفة كده وأنتِ بتحبيها ناشفة. طبعًا هي بسم الله ما شاء الله مش محتاجة حاجة. طبعًا يا بنات كنت هنا أنا وباعمل في الأكل طبعًا كنت وضّبت الصالة وروّجتها كده وشدّيتها. طبعًا هنا عندي الكِتّة البلاستيك دي طبعًا حاطة فيها كُتب يوسف، وطبعًا بتلِم الكُتب بصراحة يعني إيه بتبحتر الكُتب يمين شمال، فلأ دي بتلمّها. طبعًا هنا وشدّيت الأرضية وشدّيت الستاير، ورشّيت رشّة معطر حلوة كده ولمّعت الشاشة، وشدّيت الستاير شدّة حلوة كده عشان الإضاءة طبعًا. طول ما أنتِ شغالة في المطبخ، يعني أخلّص حاجة في المطبخ وأطلع على البيت مثلًا، وضّبت الصالة والدنيا تمام كده واللهم أحسن من بين إيدينا يا رب، اللهم أحسن من بين إيدينا. طبعًا هنا يا بنات خلاص كنت خلّصت عملت سلطة طحينة وعملت سلطة السلطة الخضرا بتاعتنا العادية. طبعًا دي آخر حاجة الكبدة زي ما قُلت لكم ما بتاخدش وقت معانا خالص. طبعًا جِبت طاسة كده وحطيت فيها حبة زيت. أهم حاجة الطاسة تكون واسعة شوية، لإن الكبدة ما بتعرفيش تحطيها على بعض، لازم توسّعيها كده من بعض عشان تاخد صدمة، أهم حاجة الكبدة تاخد صدمة. تمام. طبعًا الكبدة غسلاها بليمون وملح وفصين توم حطاهم فيها برضه عشان إيه، تمشّي الزفارة وكده. ولو عندِك حبّة دقيق تحطّيها، عندِك حبّة لبن تحطّيها، ما فيش أنا عندي ولا ده ولا ده، حطّيت ملح وليمون، استكفيت بالملح والليمون بس وفصّين توم. تمام، زي ما أنتم شايفين كده بانزل بالكبدة. طبعًا الكبدة مش بتنزلي بيها على مرّة واحدة، لأ بتوسّعيها كده من بعض عشان تاخد الصدمة، عشان لو حطيتيها فوق بعض بتتهري الكبدة. طبعًا دي كبدة فراخ مش مستحملة، هو أي عامةً أي كبدة مش بتستحمل. طبعًا وبعد كده إيه بتفضلي تقلّبي فيها كده أول ما تحسيها إن هي خلاص خدت الصدمة من تحت، فإيه تيجي هزّاها كده وتحركيها بعد كده إيه بالمعلقة. تمام. بعد كده عندي بارش رشة فلفل ورشة كبابة صيني. طبعًا عندي برطمان كده حاطة فيه حبة فلفل وحبة كبابة صيني، طبعًا إيه باطحنهم بحبة ملح باركنهم إيه كده للكبدة الحاجات اللي هي تحسيها إيه هتبقى فيها إيه نسبة زفارة كده. عامةً هي لمّا غسلناها بالملح والليمون ما فيش حاجة الحمد لله. طبعًا كده باقلّب وهي زي ما أنتم شايفين بارُش الفلفل والكبابة الصيني طبعًا طحناهم مع بعض، حلوة خالص الخلطة دي بصراحة جميلة. باحط لها حتة حبهان برضه فصين حبهان، برطمان كده مخلّيها لوحده كده للحاجات اللي زي كده. تمام. بافضل كده أقلّب في الكبدة. طبعًا ما بتاخدش معاكِ دقايق. رشة ملح خفيفة طبعًا مش باكتر لها ملح، لإن طبعًا هي بتبقى أصلًا غسلاها بملح، فبتبقى ناقصة شوية ملح من الملح اللي أنتِ رشاه فيها. زي ما أنتم شايفين كده باقلّب كده من تحت لفوق. طبعًا الكبدة مش عايزة هرسان يعني عشان ما تهرسش منِّك وما تدعكش منِّك، عشان تاخد الصدمة كلها في ناحية من كل الاتجاهات. تمام. طبعًا كده وصلتوا معايا كده لغاية الفيديو يا بنات، يالّا يا ريت تشتركوا معايا في القناة، ولايكات حلوة كده وتدعمونا كده وتعليقات حلوة، عشان إيه الواحد ليه فترة فعلًا حرفيًا ما عملتش أي فيديوهات. فطبعًا إيه دايمًا نقول الحمد لله واللهم أحسن ما بين إيدينا يا رب، ودايمًا يجعلنا مستورين وعامرين في بيوتنا، والحمد لله على القليلة والكتيرة، الحمد لله. دايمًا نقول الحمد لله.
ودايما ما احنا طول ما احنا واقفين في المطبخ نصلي على النبي كده ونذكر الله كتير. والصلاة على النبي حلوة خالص خالص، جميلة سبحان الله، بتفرج بيها الكروب. يعني ايه، اقل ظرف معاكي متضايقة مخنوقة معاكي اي حاجة، لو صليتي على النبي بنية الاستغفار بنية الفرج، سبحان الله ربنا سبحان الله بيفكها من عنده. طبعا هنا عندي فصين توم حطيتهم، هقلبهم مع بعض. طبعا ايه زي ما انتم شايفين كده مش بتاخد سوا. يعني انا المقطع ده كله كانت الكبده استوت فيه ما كملش 3 دقايق، يعني بالظبط كده بديها الكبده 10 دقايق على البوتاجاز، ما بتاخدش معاكي اي حاجه خالص. طبعا واكله سهله واكله حلوه، والعيال بيحبوها خلاص خالص خالص بصراحه. عندي العيال بيعشقوها بيموتوا فيها. طبعا واكله حلوه مغذيه مغذيه خالص خالص. طبعا في نفس الوقت انت لو انت حابه تعملي حاجه مثلا جنبيها حاجه حلوه، صينيه حاجه حلوه تعمليها، عصير مثلا، اي حاجه شغاله، والله ما احسن من بين ايدينا يا رب. طبعا كده خلاص يبقى كنا خلصنا الغدا. المكرونه بسم الله ما شاء الله بتتكلم عن نفسها حاجه زي العسل. طبعا مش معجنه ولا حاجه، بسم الله ما شاء الله جميله ولونها عسل. وطبعا عندي سلطه الخضراء هنا بسم الله ما شاء الله، والكبده. وغرفت طبق مكرونه تاني. وعملت سلطه طحينه بسم الله ما شاء الله، طبعا سلطه طحينه زي العسل. وكان عندي كيس جوافه كده يتيم لقيته في التلاجة، فرحت عملت عصير العيال وهو يغذيهم. طبعا العيال الفتره دي طبعا محتاجه غذاء، مدارس ودروس، يعني ما فيش حد بيقعد في البيت فيهم خالص. يعني بيطلعوا من الصبح يجوا يتغدوا، ما فيش ساعتين زمن وتلاقيهم طالعين تاني. فطبعا ايه لازم نعمل لهم حاجه كده حلوه تغذيهم. والله احسن من بين ايدينا يا رب. لو وصلت معي لغايه الفيديو يا ريت تدعميني بلايك واشتراك في القناة. والله أحسن بين أيدينا يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. كده خلاص يا بنات خلصنا. كنا اتغدينا الحمد لله. وشلنا الاكل بتاعنا، شلنا بواقي الاكل بتاعتنا، وشطبنا الحوض بتاعنا، وشطبنا الطبق بتاعتنا اللي اكلنا فيها، وغسلنا البوتاجاز والرخامه والارضيه، وظبطنا حالنا. طبعا هنا ده كان بواقي الاكل بتاعتنا وكده. طبعا غطيته كده لان بيجوا من الدرس، بيجوا ممكن حد جعان فيهم ياكل له طبق سلطه، ياكل له طبق مكرونه. والحمد لله على كل حال يا رب. ألف حمد وشكر ليك يا رب. ودايما ما نستصعبش الحاجة علينا، نستسهلها، ونقول دايما الإعانة من عندك يا رب، والقوة من عندك يا رب، واللهم أحسن ما بين إيدينا يا رب. ونصلي على النبي كتير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. صلاة النبي حلوة خالص 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 جميلة. طبعا طول ما انتي شغالة في المطبخ صلي على النبي، تذكري الله، الحمد لله سبحان الله، الحمد لله على كل حال يا رب، الحمد لله. والله ما احسن ما بين ايدينا يا رب. كده خلاص خلصنا يومنا، واستنوني فيديو جديد ان شاء الله بإذن الله.